يا هلا ومليون هلا بالحبايب. تعالي نعمل مع بعض شوية فول من الآخر في البيت من غير ما كل يوم عايزالك مبلغ وغدر للسحور وتقفي بقى في طابور ودنيا وزحمة. كله في البيت وأحلى من بتاع بره مليون مرة. الطريقة دي هتعتمديها طول حياتك. زي ما انتوا شايفين كده عندي الفول المدشوش. تمام، هو اسمه فول مدشوش يا جماعة او فول مقشور او فول الطعمية او الفلافل. انا هعمل نوعين، نوع فول اللي هو المقشور ده للناس اللي هي معدتها وجعاها ومش بتستحمل الفول الحبة كاملة، وهنعمل الفول العادي بتاعنا. الفول المقشور ده بحط عليه معلقتين من الفول العادي اللي هو بقشره عشان اللون، هو لونه بيكون مايل للعدس شوية، وبحط عليه معلقتين من العدس كبار كده او 3 معالق. الكمية دي ربع كيلو يا جماعة. بجيبه واغسله ونقعه ليلة كاملة، يوم كامل كده اغير على ميته مرتين 3، وبعدين بشطفه كويس جدا وحطيته في الحلة عادي، في الحلة مش هيقول لا. وبضيف عليه 3 معالق عدس وجزراية مبشورة وشوية ملح وشوية سكر، ودي معلقة تسبيكة صلصة، يعني بصل عادي بالطماطم مش صلصة معلبة لا، معلقة تسبيكة صلصة مع 3 معالق عدس مع جزر مبشور مع الفول المدشوش ده مع 3 معالق فول اللي هو الحب الكامل الصحيح، وبضيف عليه شوية بابريكا وشوية كركم. في ناس بتضيف له بودرة الزعفران عشان لونه، انا ما كانش عندي بودرة الزعفران فما حطيتش يا جماعة بودرة الزعفران. وبضيف عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، دي التركايه اللي بتخلي الفول في حتة تانية. يبقى حطيت له رشة ملح ورشة سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة كركم. تمام يا جماعة، مفيش اسهل من كده. وبحط له مية سخنة بتغلي وبرفعه على النار. اول ما بيغلي اي ريمة عليه بشيلها. نيجي للفول العادي بتاعتنا، ننقي الفولة اللي هي الصغيرة واللي هي لونها فاتح، دي بلدي يا جماعة. وبعدين بضيف الفولة يا اما في الدماسة الصغيرة دي يا اما في حلة. الفول برضو بنقعه ليلة كاملة وبغسله كويس قوي كذا مرة. وبعدين بحط عليه جزر مبشور، بحط عليه 3 معالق عدس، العدس كان منقوع ساعة او ساعتين. وبحط عليه بابريكا، وبحط عليه رشة ملح ورشة سكر وكمان بيكنج باودر يا جماعة. هي دي كل الليلة. وعصير ليمونة ونص، ما بحطش الليمونة صحيحة علشان ما تمررش يا جماعة. الليمون لما نحطه صحيح في الفول بيخلي الفول بتاعي ممرر. بس هي دي المكونات، ولا هقولك بصل ولا هي جزراية مبشورة وعدس يا جماعة، واللي هو الفول بتاع الفلافل المقشور. تمام، وميه بتغلي هرفعه على النار اول ما بيطلع ريمة، وبعدين بخلي النار هادية جدا عليه لحد لما يستوي معايا. وزي ما انتوا شايفين الشكل تحفة. وطالما منقعينه كويس قوي، يعني منقعينه 24 ساعة مش 12 ساعة، مش بياخد وقت على النار. ولو المية بتاعته قلت بزوده مية سخنة بتغلي عشان ما يسودش معايا. وزي ما انتوا شايفين بنقي فولة حلوة وطريقة التسوية سهلة والمكونات مش معقدة، وهتعملي احلى فول في البيت صحي. بصوا، زبدة زبدة يا جماعة، حاجة من الاخر، بدل ما بره بيبقى غالي ومش عارفين بيحطوا له ايه عشان يسووه بسرعة، حاجات ممكن تكون مضرة بالصحة جدا. فعلى ايه، جيبي لك نص كيلو فول في بيتك يا جماعة. وزي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة والنتيجة تحفة. حطيت طماطم وفلفل متقطعين وشوية طحينة يا جماعة وشوية ملح وكمون وعصير ليمونه وشويه زيت من فوق، وظبطي الملح بتاعه وهتاكلي احلى فول في حياتك. عايزه اقول لكم الاتنين عالميين. الفول المقشور ده اولا مش بياخد وقت على النار، وثانيا طعمه تحفه، حتى عجب البنات جدا. انا عشان معدتي تعبانه مش بستحمل الفول الصحيح، قالوا لي لما نخلص الكميه دي لما تيجي تعملي تاني اعملي الفول المقشور ده، خفيف وطعمه تحفه وروعه ومش بيتعب المعده وحاجه سهله وبسيطه والطعم فوق الروعة، والوضع يتحدث عن نفسه. جربوهم في البيت، أرخص وأضمن وأوفر بكتير. شير ولايك لو عجبكم الفيديو. مع السلامة.